مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد مع ورقة ثقافية جديدة، ومعنا الشاعر السكندري رضا عفيفي. أهلا بيك. اهلا وسهلا. سنة وحضرتك طيب. تبقى الف خير والامه الاسلاميه بخير يا رب. تكتب لنا حاجة عن رمضان. طبعا يعني رمضان ده بيعلي روحانيتنا، وعاملين حاجه عن كتاب الله، ان هو شهر القران. كتاب الله يا خير ونجاه، لكل زمان بتبني حياه، وللانسان دليل هداه كتاب الله. حروفك نور، صور وايات، وشوق للحور وللجنات، نسيم وعطور مع النفحات في كتاب الله. ضياك لينا يطهرنا ويحيينا، ولو اشتدت الظلمة يبشرنا يقوينا، وتركه يبقى محرومنا، وميت بس وسطينا كتاب الله. وترتيله يكون وردي، يصح الحق في قلبي، وبسم الله في صلواتي، وانا واقف امام ربي شفيع عند مماتي. يا نفس اطمني وارضي كتاب الله، يا خير ونجاة لكل زمان بتبني حياة. كتاب الله يا خير ونجاة. جميل. هتختم بقى القرآن في رمضان السنة دي ولا لسه؟ والله أنا متعود كل سنة إن شاء الله يعني، والسنة دي من فضل الله عليا حاسس إن ال الكلام بياخدني يعني إيه. حاسس إن الآيات تقصد؟ الآيات كده. التدبر في الآيات ده مهم قوي. يعني يمكن السنة دي مختلفة بالنسبة لي. يمكن نبرة الحزن والشجن اللي الناس بتعيش فيها خدتني شوية ربنا أكتر. يعني لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني إيه، كلنا محتاجين في الأزمة ربنا طبعا. طبعا يعني طبعا. الظروف السياسية اللي احنا فيها. يعني مش هنقدر نبعد. هتبعد تروح فين وانت راجع لربنا يعني. فكتبت حاجة برضو اسمها احمد ربك. اسمع. انا كتبتها يعني يعتبر خلصتها النهاردة. مليان اليوم اعباء وهموم، ولا فيكي مرتاح ولا حتى في نوم. تيجي الافراح مع شهر الصوم، مليان اليوم اعباء وهموم. تلقى الارواح مع كل صباح توصل لله هو الفتاح، ونعيش في حماه قلبك يرتاح. في قلوب الناس قل الإحساس، والعيشة الضنك للظلم أساس. حسنات في البنك مع الإخلاص، احمد ربك يفرج كربك، وتلاقي الخير يسكن قلبك. واسأل الطير من جاب حبك، احمد ربك يفرج كربك. مليان اليوم أعباء وهموم، ولا فيكي مرتاح ولا حتى في نوم. تيجي الأفراح مع شهر الصوم، تيجي الأفراح مع شهر الصوم. ان شاء الله يكون بركة رمضان تحل علينا كده في شهر الصوم يا رب، وناس تحمد ربنا فعلا وتشكر عشان ربنا يزيدها ويبارك لها يعني. جميل. ايه تاني؟ في حاجة إن شاء الله بنجهزها أنا والمطرب الجميل هشام عيسى، اسمها إيدو الفوانيس. اتفضل. إيدو الفوانيس إيده، رمضان جاي في مواعيده، وربك علينا يعيده بالرضا على عبيده، ونور قلبك يزيده. إيدو الفوانيس إيده، والفرح على البيبان كاتب أهلا رمضان، شهر الخير والإيمان والرحمة والإحسان، والزينة في كل مكان من بيتنا للجيران. وشموع الليلة مضوية كل مكان ولا كل ميدان؟ تمشي الاتنين. والزينة في كل مكان. مكان. من بيتنا للجيران، وشموع الليلة مضوية، ونجوم السما متحنية، وقلوب مشتاقة متوضية، سجدة لله ومرضية. تقرأ القرآن في الفجرية، والاستغفار في العصرية، وساعة المغرب تحلى اللمة. ضرب المدفع بعد نسمة، وعالطبلية لقمة هنية. بسم الله بتكفي المية، صلي العشاء مع التراويح. في بيوت ربك تحلى التسابيح، بركات ربك هل تهية. ماشي بسرعة استنى شوية. ايده الفوانيس، وكلام نبينا نور يهديك وتعيش مسرور. قال البركة في السحور، وكفاية تبات مستور. وسبح زي العصفور، وطير وعد بحور. بركات ربك هل تهية.
ماشي بسرعة استنى شوية، ايده الفوانيس مت ايده، رمضان جاي في مواعيده، رمضان جاي في مواعيده. فكان بايده شموع ايده. يعني ايه، انا حبينا ناخد الكلمة الخفيفة اللي ردتها عايزين نرسم، يعني نرسم البسمة والفرحة للناس يعني. تمام. هو طبعا فرحة الفانوس كان مهمة قوي تتحط في أغنية أو حاجة كده، والله لأن ده أول حاجة الناس خصوصا أطفال تفتكرها في رمضان، فكويس قوي إنها اتعملت مش أغنية. عايز انسى كمان يعني اطفال فلسطين واطفالنا في سوريا. في حاجة عنهم؟ اتفضل. يعني كنت عامل حاجة اسمها طفل بيحلم بالفانوس. مهم. طفل بيحلم بالفانوس، نفسه ينور في النفوس، نايم وفي ايده الحجر، وحلمه مليان بالكابوس، عصفوره واقف على الشجر بيسبح المولى القدوس، وطفل بيحلم بالفانوس وسط خطاوي مبعترة، شايف ايادي قصيرة مش طايلة تدي، والدنيا دي صغيرة ويا رب اهدي، خلي قلوبنا منورة، نفسه ينور في النفوس، طفل بيحلم بالفانوس، ويجي يجمعنا الأذان ويجدد جوانا الإيمان، وأيامه حلوة قوي رمضان، والخير بيخبط على البيبان، بفضل وبركة القرآن عايشين في حماك يا رحمن، طفل بيحلم بالفانوس، نفسه ينور في النفوس، وفي ليلة مقدارها سنين بندعي تعودي يا فلسطين، انت والأقصى السجين ساكنين في قلب المؤمنين، أرواح المسلمين. انت والأقصى السجين ساجدين في قلب المسلمين، أرواح ودين يا نبض كل الموحدين، طفل بيحلم بالفانوس. كويسة قوي، حلوة قوي فعلا، جميلة، مؤثرة يعني. ايه تاني؟ في شهر الله بندعو فيها القلوب ان هي شهر العبادة. شهر العبادة، تطهير القلوب عشان نقدر نستقبل خيرات ربنا، ونقدر نتعامل مع بعض بإخلاص. يعني بقول افطم قلبك، توب عن ذنبك، رمضان جاب بركات ربك، فتح الأبواب على نور حبك، افطم قلبك، توب على ذنبك، وارجع لله في شهر الله، ده طريق ونجاة، والصوم محلاه بيخلي الروح توصل لسماه، ما كفاية نوم، اتوضى وقوم، من خير ربك اللي تبات محروم، جدد قربك بالصلاة والصوم، وارجع لله في شهر الله، ودي من غير حدود، ربك سر الوجود، وضميرك جوه صوتك بيقول للحق عود، واوعى دمعك يفوتك من غير دمعة سجود، والأمن يملى خوفك، وتلقى ريح خلوفك أطيب من ريح المسك، ورسل الله ضيوفك، واوعى ربك يشوفك بحرام مالي جوفك، وارجع لله في شهر الله، وملائكة الرحمن ماشيين في كل مكان، عايزين يوصلوك للرحمة والغفران، من نار يعتقوك ببركة القرآن، في الجنة يقربوك لحبيب الرحمن، افطم قلبك، توب عن ذنبك، رمضان جاب بركات ربك، فتح الأبواب على نور حبك، وارجع لله في شهر الله. حلوة قوي، لا كويسة جدا جدا، جميلة فيها. يعني حبيت ان انا اخاطب القلوب والارواح في الشهر العظيم، شهر يعني تصفى وتنقى يعني وتخلص النية طبعا لله طبعا في شهر ترتقي، رمضان فقط، ترتقي. يعني ما هو زي الانسان ما بيصوم عن الاكل وعن الشرب، لازم الارواح تعف نفسها عن المعصيه وعن يعني يمكن دي حكمة الصيام، ان طبعا الانسان بيرتقي بنفسه الى ذات العليا، ويبقى يعني نطلع بشيء يكون بالظبط. يعني احنا طبعا كنت يعني عايز برضو أهني الأمة، كنت عايز أوجه رسالة يعني في الختام للدكتور مرسي رئيس المنتخب. رئيس المنتخب، إن همومنا كتيرة، مشاكلنا كتيرة، ومحتاجين إن احنا يعني كفاية اللي ضاع مننا في اللي فات، اللي جاي محتاج مننا مجهود. يعني عايز تشجعه؟ عايز تشجيع كده، سمعنا. وبرضه باكد الكلام اللي هو قاله للشعب والمحبين، يعني الخطابات اللي قالها. فيعني يمكن اتكلم عن العدل، واتكلم عن سيدنا عمر وعدله، وسيدنا ابو بكر، واتكلم اتمنى ان شاء الله انه يصدق يعني، والدنيا تبقى احسن يا رب. ان في الاخر
ده رئيسنا وبيمثل مصر، ومصر هي اللي بتمثل الأمة كلها وبتمثل العرب كلهم. يعني احنا علينا دور ريادي. فبقول يلا يا مرسي اتقدم، يلا يا مرسي كمان، عايزين حرية عدالة أمان، رئيس وزعيم وتعيش خدام، هتلاقي الحب في كل مكان وفي كل مجال خطوة لقدام، وتدوس على الصعب وعلى الأحزان. اتقدم يلا يا مرسي كمان، عايزين حرية عدالة أمان. انت عايزه الاخوان طيب؟ حته كده. لا يعني أصل هو يعني خلاص بقى رئيس مصر كلها، وأنا يعني تأكيدا لكلام حضرتك، نفسي إن كل واحد بيحب واحد يسيبه يشتغل. يعني احنا بنحب مصر. يعني احنا عايزين اللي يخدم مصر اهلا وسهلا. يعني اللي يجي على مصر احنا مش معاه، فاحنا مع اي حد مع مصر. يعني يا ريت دعوة للحب وللإخاء، ويبقى كل الناس إخوان، مش فريق يقول احنا الإخوان المصريين. الإخوان المصريين. حقق أهداف الثورة وسير، محتاجة سواعد وهي ضمير، ده البيه محتاج للشيال، بجهده وعرقه كأنه أمير، وربك يصلح الأحوال، والمصر الحر لبلده سفير. اتقدم يلا يا مرسي وسير، محتاجة سواعد ويا ضمير. خلي إيمانك من جواك واوعى الباطل يتحداك، يوم ما يكون العدل سلاحك تلقى المولى تملي هداك، وفي أحزانك وفي أفراحك يصبح كل الشعب معاك. خلي إيمانك من جواك واوعى الباطل يتحداك، إياك قلبك يعشق دنيا أو تغفل عن واجبك ثانية، من دلوقتي خلاص مسؤول. أسس يلا الأعظم بنية، طهر يلا قلوب وعقول، واحذف حكم قانون ساكسونيا. يلا يا مرسي تقدم يلا يا مرسي كمان، عايزين حرية عدالة أمان، رئيس وزعيم وتعيش خدام، هتلاقي الحب في كل مكان وفي كل مجال خطوة لقدام، وتدوس على الصعب وعلى الأحزان. اتقدم يلا يا مرسي كمان، عايزين حرية عدالة أمان. أنت متفائل ونتمنى نتفائل معاك والله الله. أنا بستمد إنه اهو في الموضوع وبنتابع، ويا رب يكون خير. دايما المؤمن بيشوف الدنيا من جواه، يعني لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى عمرنا ما ده أنا متعشم في رب مرسي، يعني احنا كلنا، هو أنا بقول له ارجع لربنا، يوم ما يكون العدل سلاحك، يوم ما هتبقى انت هتحقق عدل ربنا في الارض، ربنا هيبقى معاك. اكيد كلنا هنبقى معاه، كل الناس لو هو مع مصر ومع العدل احنا معاه، العكس مش معاه طبعا. فاحنا يعني بنقول لمصر كلها وللامه الاسلاميه كل عام والعالم كله بخير وسلام وحب، ويكون شهر خير علينا يا رب جميعا وعلى الامه الاسلاميه، وكل سنه وحضراتكم وتلفزيون اسكندريه بخير. كل سنه وانت طيب يا استاذ رضا، وان شاء الله مزيد من التوفيق والكتابات الجميله، خصوصا روحانيات بتكتب فيها كويس قوي. اتمنى لك التوفيق دايما. وما توفيقي الا بالله. اشكركم، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب، شكرا.